راح مرة واحدة مطلع السلاح بتاعه فرد خرطوش من مسافة تكاد تكون مش مكملة متر. خدت الطلقة، أبوها وأمها يجوا دخلوا لقوا بنتهم صدرها متفرتك وعلى الأرض. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة المنيا، تحديدا مركز المنيا، قرية اسمها قرية طهنشة. احنا عارفين القرى ودايما بكرر الكلام ده، القرية حياتها تحس ان هي حياة متكررة، يعني زي عارفين اللي بيقولك اللي بنصحى فيه نبات فيه نسهر عليه نجوم الصبح، وكأنه فيلم بيعاد. الزوجة والزوج حياتهم كلها على رتم واحد، الصبح بدري من قبل الفجر او بعد الفجر يطلع على غيطه يشوف مصالحه، الزوجة بتشوف حاجات البيت وحاجات الغيط، حياة كلها. وده حياة صعبة لكن اتعودنا عليها في الريف المصري. خلي بالكم، الست في الريف بتتعب اكتر من الست في المدينة مليون مرة. الست في الريف شايلة هم بيت من اوله لاخره، الزوج مجرد انه بيطلع على الغيط، لكن هي اللي بتعمل كل حاجة جوه البيت. بتخبز، وطبعا الست اللي في المدينة مستريحة من الكلام ده كله. بتربي طيور، ست في المدينة ما بتربيش طيور، بيكون عندها ماشية، تلاقيها بقى عندها خض وحلب وزبدة وجبنة، شقة وتعب وتنظيف تحت المواشي. في حياة الريف صعبة، لكن حياة الناس اتعودوا عليها. زوجة عايشة مع زوجها في قرية طهنشة، الزوج بيحبها جدا، وهي كأي ست بتراعي بيتها وجوزها وبتحب جوزها، لكن الخلافات الأسرية اللي بتحصل في بعض الناس أو بعض الزوجات ممكن يتحملوها، وفي بعض الزوجات يقول لك أنا استحملت كتير وجبت آخري، أنا صبرت كتير ومش قادرة، أنا لو قعدت مع الراجل ده هطج من جنابي. ده الكلام اللي دايما بيتقال في الريف. تلقى الست تفضل مستحملة مستحملة مستحملة، وتيجي في وقت من الأوقات بتنفجر نتيجة طباع الزوج، لأن الزوج في الريف ما بيعرفش يعبر عن حبه لزوجته بهدية بوردة بأغنية، لا. في الريف الحياة برضو الزوج بيحب زوجته بمجرد إن هو يقول لك ما أنا مستتها، تلاجتها مليانة، هي عايزة مني أكتر من كده. لكن كمشاعر وأحاسيس وكلمة حلوة وسهرة حلوة في الريف ما فيش الكلام ده. فالزوجة فضلت متحملة 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 لغاية ما فاض بها الكيل، قالت لجوزها أنا مش قادرة على العيشة دي، طلقني. طبعا الشرع زي ما أباح الزواج أباح الطلاق. ما دام في استحالة عشرة، إزاي نخلي واحدة تعيش مع راجل هي مش عايزاه؟ حتى لو كان الزوج بيحبها هي مش ذنبه، وحتى لو الزوجة بتحب جوزها بتحبه لكن مش قادرة تعيش معاه. في واحد يقول لك ما دام بتحبه تستحمل، لا. في احيانا انا بحب واحدة لكن طباعها مش حلو، بتحبني لكن طباعها مش حلو، بتحبني وبترد عليا الكلمة بالكلمة، بتحبني لكن بصوتها عالي، بتحبني بس عاملة مشاكل مع الجيران، بحبها لكن مش قادر اتحمل عصبيتها. فمش معنى ان بحب ان انا اتحمل كل عيوبها، او مش معنى انها بتحبه انها تتحمل كل كلامه معاه. فالزوجة قررت ان هي تمشي وتروح عند اهلها كطباع اي زوجة في الريف. ما فيش في الريف حته ده بيتي وده عيالي يطلع انت من البيت، ما بتحصلش في الريف غير المدينه. في المدينه الزوجه دي تقول لجوزها ايه؟ البيت بيتي ودول عيالي، اطلع انت. في الريف الست لما بتزعل من جوزها بتيجي لما هدومها وطلع على بيت ابوها، وده اللي حصل بالفعل، وراحت عند بيت ابوها. طبعا الزوج متعود يروح الغيط يرجع يلقى لقمه، يلقى هدمه، يلقى فرشه، ما فيش الكلام ده. الزوج تعب
وفي نفس الوقت هي اللي طلعت عند بيت اهلها لوحديها، انا ما قلتلهاش يمشي. فالزوج كان بيبعت ناس خلوها ترجع. ابوها وامها قالوا لا ما ترجعش. بنتنا شافت مع جوزها اللي ما حد يستحمل، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. كل المراسيل وكل الناس اللي راحوا للزوج عشان ترجع رجعوا تاني قالوا للزوج مش موافقين، لغايه ما ناس قالوا له يا عم بقول لك ايه، روح انت كلم حماك وكلم حماتك وكلم مراتك، انت مستكبر تروح ليه؟ هي اللي خرجت وانا ما قلتلهاش اخرجي، وزي ما طلعت لوحدها ترجع لوحدها. قالوا انت اللي شقيان، لا لاقي لقمه ولا لاقي هدمه ولا لاقي فرشه، والبيت من غير ست تربه، وانت اللي بتعاني، بتيجي من الغيط شقيان ما بتلقاش لقمه تاكلها. فالراجل ضغط على نفسه وقال اروحها فين؟ اكلمها. راح فعلا عند اهل مراته، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عمي يا حاج انا عايز مراتي، انا مش عارف اعيش، ده هي اللي زعلانه، ده هي اللي عصبيه. قالوا بقول لك ايه، انت بتضربها، انت بتشتمها، مراتك بتحبك لكن انت خليتها تكرهك بسبب تصرفاتك وبسبب كلامك وبسبب اعمالك، ما بتسمعش منك كلمه حلوه وما بتشوفش منك حاجه كويسه، دايما على طول تشخط وتنطر وبتصغر بها قدام الجيران، ومش عامل لها قيمه ومش عامل لها اعتبار ومش عامل لها كرامه. لا يا ابني. فالمهم قالوا طب اقول لك ايه، لما شاف عايز يرجعها قالوا خلاص يا عم ما دام عرفت غلطك اصبر كمان اسبوع ولا 2 لغايه ما نهديها لك وتهدى خالص، ويا عم هنتصل بيك نقول لك تعالى خد مراتك. بالكتير اسبوع ولا 2، سيبها بس لما تستريح وتهدى واحنا نقنعها وهنرجعها لك. فالزوج قال يا جماعه اسبوعين كتير، ده انا عشان ترجع معايا النهارده. ابوها وامها قالوا لا يا ابني مراتك زعلانه جامد، سيبها خليها تريح اسبوع ولا 2 في بيت ابوها، ولما تهدى احنا هنتصل بيك نقول لك تعالى خدها. الزوج عايز يرجعها، فقال له طب خليني اكلمها على انفراد، انا لو قعدت معاها على انفراد هقنعها ترجع معايا. ابوها وامها قالوا طب والله يا عم انت وشطارتك. هما كانوا في دماغهم ايه؟ هيدخل يبوس على دماغها، يبوس على ايدها، حقك عليا ما تزعليش مني، انا مش عارف اعيش من غيرك، انا بروح البيت زي ما كنت داخل تربه، انت اللي بتنوريه وانت اللي بتأنسيه وانت اللي وانت الكلمتين اللي اي راجل بيقولهم للست لما يجي صلاح. فابوها وامها قالوا طب خلاص ندموا عليه، تعالي يا ست جوزك عايز يتكلم. قالت مش هكلم، وقال لا ادخلي بس. راحوا مدخلينه يا عم اوضه الصالون، ادخل يا عم كلم، مالك ومش مالك وحقك عليها. قالت له بقول لك ايه، انا مشتغل عيشه معاك. يعني ايه؟ قالت له انا سامع ابويا بيقول لك اسبوع ولا 2 لما تهدى وهيتصلوا بيك ويقولوا لك تعالى علشان تعالى تاخد مراتك. مش ابويا وامي بيقول لك كده، انا سامع كل الكلام. انا بقول لك بقى لا اسبوع ولا 2 ولا شهر ولا سنه ولا 100 سنه انا هرجع لك. انت هتطلقني بالزوج، هتطلقني بالعافيه، هتطلقني والقانون معايا، انا مش هعيش معاك خالص. طب عشان خاطري، طب حقك عليا، طب ابوس القدم، طب ابوس راسك، اللي انت تطلبه كله هتغير، مش هزعج لك، الكلمه هتبقى كلمتك والشرطه هتبقى شرطك وحقك عليا. قالت له خلاص الكاس اتملى وانا مش مستحمله، انا هتطلق ومش هتجوز خالص، انا اعيش كده مع ابويا وامي، انا مش عايزه رجاله، انت وريتني اللي محدش شاف. يعني ايه؟ قالت له يعني لا سنه ولا 2 ولا 10، ولو عندك كرامه طلقني، انا مش هرجع لك. الزوج لك وانا ما اقدرش اعيش من غيرك. قالت له وده مشكلتك مش مشكلتي. راح مره واحده مطلع السلاح بتاعه فرد خرطوش من مسافه تكاد تكون مش مكمله متر، واحنا عارفين الفرد الخرطوش. خدت الطلقه، ابوها وامها هيجروا دخلوا يلاقوا بنتهم صدرها متفرتك وعلى الارض. عقبال ما تلاقوا بنتهم كان الزوج جري من بره البيت وهرب. عقبال ما جت الاسعاف خدوا الزوجه بين الحياه والموت، لان الفرد الخرطوش بيفرش، فالمنطقه دي كلها اتفرتكت بما فيها الرئتين. فهي عايشه دلوقتي في المستشفى تكاد تكون يعني في انتظار ان اسرتها تستلم جسمنا. تم القبض على الزوج، كان مستخبى عند حد من قرايبه، السلاح كان معاه، اعترافات تفصيليه، قال لك متى موته، ما هي لو اتطلقت انا ما كنتش اقدر اعيش من غيرها، فكانت متى موته، هي انا موتها وانا هاخد اعدام، يبقى كده استريحنا انا وهي. مثل الجريمه واعترافات تفصيليه. هنقول ايه بقى؟ يا ريت كل زوج ما دام بتحب زوجتك ما تدوس عليها، ما تدوس عليها، لانها هتفضل تستحمل وفي الاخر مهما تعتذر مش هتقبل اعتذارك، هيكون الكاس اتملى.
لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل